ماما، هو من سيدنا آدم عليه السلام؟ قبل ما تكون في حضارة ولا بشر ولا حتى كلمة إنسان، كان في أرض صامتة وطين ساكن. وفي اللحظة دي شاء رب العالمين إن أول صفحة في كتاب البشرية تتفتح. سيدنا آدم عليه السلام. اسم آدم من الأدمة، لون الأرض، كأنه جزء منها وهي جزء منه. ربنا خلق آدم من طين لكنه مليان معنى. وفي الوقت ده الملايكة كانوا شايفين المشهد، وفي لحظة ربنا نفخ من روحه في سيدنا آدم. سيدنا آدم فتح عينه لأول مرة وتنفس، وبدأت الحكاية. ربنا علم آدم أسماء كل شيء، الأشجار والأنهار والحيوانات، حتى الحاجات اللي لسه هتيجي في المستقبل. وفي موقف مهيب سأل ربنا الملائكة عن الأسماء، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ساعتها فهمت الملائكة إن آدم مش مجرد مخلوق، ده مخلوق له رسالة. آدم عاش في الجنة مع حواء في سلام وصفاء ونعيم، لكن ربنا كتب له أول اختبار في تاريخ الإنسان، اختبار الاختيار. لما وسوس ليه الشيطان وكل من الشجرة، ما كبرش، ما حاولش يزور الحقيقة، رفع إيده لربنا وقال له من قلبه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نزل آدم الأرض جاهز يبدأ حضارة من الصفر. اتعلم يزرع ويبني ويعيش، وعلم ولاده معنى التوحيد، ومعنى إن الرجوع لربنا مش ضعف، الرجوع قوة. يعني يا ماما، رسالة سيدنا آدم كانت عبادة رب واحد، وبداية الأخلاق، وبداية تكوين أسرة وحضارة. فعلا، وبكده أول صفحة اتكتبت، لكن الرحلة لسه طويلة، وهنتقابل في الحلقة الجاية مع نبي سابق لعصره.